حبايبي النهارده معانا معاينه جديده، معانا عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ عامل ايه؟ الناس اللي متابعاني من زمان هتشوف عبد الرحمن هتفتكره. عبد الرحمن احنا كنا جبنا له عربيه انسان صاني شكل قديم، صح؟ كانت عربيه جميله ممتعه صراحه، كنت مرتاح فيها جدا يعني الحمد لله يعني. ربنا يكرم بالاحسن ان شاء الله. انت هتجيب برضه حاجات يعني هتجيب حاجه كويسه ان شاء الله، وبندور على عربيه تاني. احنا رايحين نشوف لوجان وابيع عشان بيشتري حاجه تاني، فاحنا عمالين بندردش انا وهو دلوقتي. فاحنا كنا واخدينها طبعا كانت الدنيا لسه، فجت نقطه كده فبيقول لي انا رحت اكشف في مركز اللي بيشتري منه، فقالوا له فيها الرفرف. قلت له احنا كل ده مطلعينه وقايلينه واحنا بنشتري عربيه. فهو قال لي انا عشان بحب العربيه وحبيتها بصراحه كنت بتلكك ان انا ما بيعش. فقال له الراجل ايه، بص هي كده هي كده، عجبك خدها، مش عجبك زي ما احنا هنطلع محور كمان عام، عجبك خدها مش عجبك خلاص. فقلت له بص لو انت ساعتها كنت كشفت، مش بقول مراكز وحشه انا بتكلم بندردش، بس هنا في عنصر خبره بيفرق. فقلت بيقول لي ساعتها لو انا يعني انا بقول له لو حد من في مركز زي الراجل اللي قال له رفرف والراجل جاب منك ورا وانت قلت له مش عايز اسيبها، قال لك لا انا هاخدها خلاص ماليش دعوه بالمركز. ساعتها لو كنت انا قلت لك في العربيه دي كلمه ولا بتاع زي العربيات اللي شفناها طبعا، احنا شفنا كام عربيه ساعتها كنا بنشتري 7 8، كل عربيه اقول له لا هتطلع محور كمان عامل ده. ف يعني الشاهد في الموضوع احنا عايزين نوصل ايه بقى. احنا رايحين كده نعمل معاينه العربيه لوجان في حته اسمها شبين القناطر، صح؟ رايحين مع بعض في عربيته، عربيه حد قريبه يعني معاه، فهو ما بيعرفش يستغنى عن العربيه. فقلت له كان حد قال لك العربيه دي في حته هنا ولا الرفرف ولا وكنت قلت لك لا زي ما بقول. قال لي ما كنتش هاخدها، بس هي ما شاء الله لا قوه الا بالله العربيه استخدام واعاده بيع كانت ما شاء الله فرقت معاك، عشان طبعا الدنيا هبت بس عشان العربيه حلوه فرقت معايا في الفلوس. فهو برضو مصير ان احنا ان شاء الله. حبيبي عبد الرحمن. فاحنا رايحين ان شاء الله نشوف دلوقتي ان شاء الله لوجان. يا عم بنفكر كنا بنقول لانوس او فيرنا، برضو شاركونا في الكلام دوت عشان الاختيارات. يعني احنا فكرنا بره الصندوق، قلت له في لوجان حلو، فهو خد الكلمه وروح البيت عمل سيرش على النت لقى واحده 12 زي ما قلت انا دورت والله زي ما انت قلت انا دورت والله. وباخد قلت له دي هتبقى خالص اللوجان، بس انت لما قلت انا واثق فيك بفكر لك انا ثقه من غير اي حاجه والله يا عم خالد. حبيبي عبد الرحمن تمام. فان شاء الله باذن الله برضو احنا ماشيين كده هنقول معلومات، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الطريق. ادعوا لنا ان شاء الله تطلع عربيه كويسه وربنا ييسر لنا الحال زي النسان وتطلع عربيه ان شاء الله باذن الله تمام ويبقى فيها مكسب باذن الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بشير ما انساش دوس دلوقتي لايك عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك وهيبقى فيه تفاصيل كتير كويسه. حالا العربيه ايه؟ البلد دي اسمها كفر شبين، حالا لسه واصلين. هنطلع معاكم تاني، خليكم معانا. صلى على النبي وخليكم معانا. دي العربيه واحنا بنتصل بيه، بس جبنا بيته يعني ما بيردش. هنتفرج عليها كده مبدئيا من بره لحد لما يرد علينا عشان احنا جايين مشوار. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لايك وشير وخليكم معانا. اهي العربيه بنعمل تيست درايف للعربيه، بيبين حاجات كتير قوي زي ما قلنا قبل كده. هنخلص وهنطلع نخلي احمد يسوق يا عبد الرحمن يسوق برضه عشان يجرب العربيه. طبعا هو احنا دلوقتي بنعمل التيست، فخلى عبد الرحمن يسوق اهو. انا نزلت فيها صوت مع التكييف تسقيفه جامده اكن العربيه فيها سكعه كهرباء. فالسكعه دي ليها برضو سبب او ليها يعني سببها لازم توصل له، يعني العيب بتاعها لازم توصل له. فاحنا هنشوف برضو ممكن نحدد بفضل الله العيب. طبعا احنا ماشيين دلوقتي يعني غالبا ممكن يكون التسكيعه دي فيها صبابات، لان لما بتشغل التكييف بتحمل على المكنه بتلاقيها تروح مسكعه. طب انت حاطط بنزين 80 لا، طب البوابه دي متكوده اللي هي هو مركب بوابه ومغير فتيس. خش من هنا تمام. فاحنا دلوقتي بنعمل التيست وعبد الرحمن هو اللي سايق وانا قاعد جنبه. هنخلص وهنطلع معاكم تاني. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا. احنا في حته اسمها كفر شبين، دي دخلتها اهي. خلصنا دلوقتي ولسه احنا هناك. العربيه ورانا اهي، هي باينه اهي، شايفينها؟ هات كده تعالى يمين اهي، شايفينها دي. فلقينا في العربيه حاجات طبعا هو عمال يقول لك دي معموله، هو راجل تمام وكل حاجه وزي الفل يعني الناس كلها ناس محترمه، بس هو مش مقتنع او مش فاهم ان التيست ده بيبين حاجات كتير. اول حاجه قال لك على علبه الدركسيون لا، بعد كده لما جيت قال لك هو انا عملت فيها شغل، صح كده؟ ايوه صح. التسكيعه اللي هي بتاعه العربيه اللي هو غير بسببها البوابه كانوا شخصوا له غلط. برضو الحاجات دي اللي انا بقول عليها بتحصل مع ناس
يعني انت بتشخص العيب غلط، وبتروح تجيب حاجه وبتصرف في حته والعيب هو. فانا بقول له العيب دوت كان هو قبل البوابه. قال لي اه. فهو ده العيب اللي خلاه، بس هو عشان طيب فبيقع في الكلام. يعني لو حد مثلا مركز شويه ولئيم شويه يقول لك لا انا ما غيرتش عشان العيب ده، هيبقى الثبات على المبدا في الكلام، صح؟ صح. فلقينا شويه حاجات، فلما انا نقلت وقلت له سوق، انا عارف ان هو اللي هيركب، فالحته دي ممكن العربيه تيجي معايا وتعجبني انا كراجل تاجر هعمل فيها شغل. بس في عيب زي عيب التسكيع ده، العربيه بتسك جامد قوي، هيدوخك، هيلففك حوالين نفسك، هو عيب لئيم هتوصل له، بس هتوصل له مع حد يكون دماغه شغاله. انما الصناعيه اللي بنتعامل معاهم اللي هو شويه الصيانه والكلام ده هيقول لك ايه؟ لا والله ممكن يقول لك إيه؟ غير مكنه، اصل العيب ده في الموتور فهتدوخ. قلت لك ايه؟ طبعا بعدين. قلت لك هتدوخك. وفصلتها له برده بسعر، لو ما جاتش مع احمد اخدها، مع عبد الرحمن معلش انا اسف اخدها، بس هو لا صارف وبيقول لك انا خسران والكلام دوت. فدي كانت المعاينه بتاعت العربيه. انت ليك اي انطباع عن الموضوع النهارده في اي حاجه؟ انا والله يعني العربيه ما كانتش احسن حاجه، وما ارتحتش الصراحه فيها. لما يعني سوقتها برضو عم اكتر. خالد برضو ليه خبره، قال لي برضو انا ما انا كان نيه في المشي مش مستجيبه، يعني تدوس تلاقي ما فيش استجابه، العربيه تقيله مش عايزه تدوب، مش عايزه تتحرك، يعني الدوسه مش جايه معاك. ففي حاجات زي كده بتبقى حاجات فنيه بقى جوه في الميكانيكا نفسها، مش في التفاصيل اللي بره، اللي هو مثلا موبينه، ترومبه بنزين، فلتر، الحاجات دي لا، دي في عزم المكنه نفسها. بس فاللي بتزود بتبقى المكنه RPM بيجيب المسافه بتاعته والعدد اللفات بتاعته، بس هي في الطلع عزمها رايح، فده عيب في المكنه. غالبا هي المكنه فيها كبسها برضو خفيف شويه فما عجبتناش، فما حصلش نصيب فيها. ودي كانت المعاينه بتاعت العربيه اللوجان اللي عملناها في شبين القناطر، وان شاء الله نلاقي حاجه ثانيه احسن باذن الله. وهنجرب بقى لوجان سليم، هتستطعمه وهتجربه زي ما احنا كده في يمين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت المعاينه وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من شبين القناطر للعبور، احنا في العبور دلوقتي جايين مع احمد، جاب عربيه اهي الافيو دي من على النت. دايما قلت لكم بنلعب ايه بالخطه البديله اهي. العربيه دي موديل 11 جابها، شافها برضو على منصه من المنصات وقال لي عايزين نعمل معاينه للعربيه دي. فاحنا جايين الصبح، احنا الساعه دلوقتي 11 كده ولا 12، فجايين نبص على العربيه. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا لحد ما نفتح. بصوا احنا اتفرجنا على العربيه دلوقتي. اول ما دخلت يمكن انا وريتك يا عبد الرحمن القلم بيمسك، ها يعني ممكن اوديك في ده القلم. الناس اللي بتجيب القلم برضو خلي بالكم ان في ناس بتعمل حاجه دلوقتي. كان واحد خد منك عربيه قال لك انا بحط على المعجون وردة حديد، ها ايوه عربيتك، وبعد كده تمسك بالقلم، ها ما تحكي الحكايه دي. بيقول لي هجيب انا الجنب فيه شويه بوهي هنزله وهعمله فابريكا. بقول له ازاي؟ قال لي هنحط براد حديد على الدهان واحنا بنيجي المعجون وتطلع فابريكا كلها. بص العربيه وقفتها حتى، بص مش عادله ازاي، شايف العربيه مايله ازاي. بص العربيه شايله معجون وبنفتح، لقيت العتب بتاعها هي في القبور، لقيت العتب بتاعها ولقيت الايمين اللي ورا مشغولين والقلم بيمسك، يعني القلم ممكن يوضرك. فلا العربيه دي مشغوله من ورا فمش محتاج بقى ان انا ابص بقى تحت وارفع وانزل، خلاص الجواب باين من عنوانه. قلت له لا دي مش هتلزمنا ومش هتنفعنا. يعني انا ممكن اخد عربيه من بره مكسره بس ليه هو لشخصه وتكون اسياتها حلوه، اعرف اظبطها واوقفها له على حيلها، لو هو حتى مش فاضي اعملها له وحاسبه. انما اخد عربيه مشغوله من جوه. بص اللوجان بقى واقفه عامله ازاي. طبعا انا جاي معايا اللوجان قوي لما تكون سليمه، ف يا مسهل الحال يا رب. ان شاء الله باذن الله ربنا عطرنا بحاجه حلوه. دي تاني معاينه، شكلنا كده هنعمل زي النساء، هنقعد نروح ونيجي، بس ان شاء الله نمسك حاجه كويسه زيها ان شاء الله باذن الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت تاني معاينه طبعا، عشان ما نكترش فيديوهات، ما قلتش واحنا جايين ولا واحنا في المكان في العبور رحنا مصورين، تمام. فيا مسهل ان شاء الله باذن الله اللي جايه الثالثه والثالثه ثابته ان شاء الله تكون عربيته باذن الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم متابعين معانا بفضل الله دايما الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا مع عبد الرحمن، انا اسف عبد الرحمن، هو في العربيه النيسان الصينيه دي بتاعتهم. في معرض هنا في عربيه كيا، مش عارف بقى كيا، بيقول لي مش عارف كيا ايه كده، هو مش عارف يقول لي اسمها بس انا مش فاهم. فاما جيت هنا في معرض اهو في طلعت كوبري العمرانيه،
فاحنا داخلين دلوقتي نشوف انهي عربيه ولا ايه التفاصيل ولا ايه الدنيا. فانا ماشي وراه، ودي برضو معاينه معاه. يا مسهل حال يا رب ان شاء الله تطلع عربيه كويسه ونخلص. بس انا حبيت اشارككم معايا عشان تبقوا عايشين معايا ايه لحظه بلحظه. يا مسهل حال يا رب. العربيه دي هنطلع نجرب دلوقتي. دي كيا شوما اصلا، تمام، بس هي اسمها وينج، عشان كده عمال يقول لي وينج. اقول وينج ايه؟ بره بتبقى الاسامي بتاعت العربيات حاجه، وعندنا احنا هنا حاجه تانية. العربيه دي كانت معاقين وفك. عربيه حلوه سليمه، حوضها ما شاء الله جديد، مرايات ضم، سخانات كراسي، عربيه حلوه. بص حوضها عامل ازاي. طبعا في مكان الباور بالزن، بص كبوتها عامل ازاي جديده. بس سامعين الزنه بتاعت الباور؟ عايزه مكنه باور، عايزه مكنه باور بتنزل الزيت. هنجرب بقى العفشه وهنشوف. هنجرب العفشه بقى ونشوف. عبد الرحمن اهو. دول ايه؟ هنجرب هنا. ماشي يلا نجرب العربيه. ايه طبعا هننزل نطلع نعمل تيست اهو. يقفل بقى التكييف. ربنا يفتحها بقى. دي الموتور بتاعها ضعيف، المرايه دي. كل واحد بياخد نصيبه. محدش يزعل يعني. لا مفيش زعل، كل اللي ليه نصيب هناخدها. طبعا احنا عملنا التيست دلوقتي. في برضو بعض الملحوظات. العربيه اساساتها كويسه، ماشيه كويس. فالراجل حتى لسه بيقول لي في ناس تانية قاعده، قلت له كل واحد بياخد نصيبه يعني. هنرجع بقى وهنقف ونتكلم بقى فيها. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا. 3 ايام ولا 4 ايام من العربيه اللي انتوا شفتوها اللي جبناها لعبد الرحمن. السعر ما كانش عاجبني. هو خد العربيه بالمناسبه، السعر ما كانش عاجبني. انا كنت مستبعد الفلوس، وهو كان اتفرج على العربيه. هنا بقى في حاجات بتصحصح الواحد ما بقاش يعني. انا في دماغي ان العربيه دي لحد 250، ده لو هي ايه زي بص احلى من كده، كرتونه زي ما بيقول مصنع. العربيه دي بالنسبه لنا ب50. فهو فاجئني بقى بالليل بعد ما انا الناس لقيتهم مفيش مرونه وماسكين في الفلوس. انا انا هاخد الحاجه، مش بفطسها لك ولا باجي عليك ولا الكلام ده. انا عايز اخد الحاجه بسعرها. فلقيته هو بيقول لي انا شفت العربيه دي اقل منها في الحاله، وعربيه واقعه، وكانوا بيتكلموا في 270,000. فانا العربيه دي جايه معايا. المهم هي خلصت ب 292. خلصت ب 292. وده كان الفيديو. حبيت انوع عشان نبقى عارفين. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولايك وشير ما ننساش. خلينا دايما متابعين تيك توك، انستجرام، فيسبوك. خالد جارة السراب. وصلت لحد دلوقتي ما دوستش لايك، دوس عشان القناه تكبر بيكم وليكم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم عايز اشوفه في الكومنتات، تمام. واللي بيحب الشد العربيه، تمام. معلش كان حد اتصل. العربيه دي الكروز 2010. العربيه دي بره وجوه، ما عدا الجنب دوت في شغل. فعاملين لها فيديو، لان في ناس كتير بتقول لي احنا بنحب فيديوهات الشد. واللاده ديت برده كان فيها شويه شغل وظبطناهم. هاتها كده لقطه كده لسه هتتلمع. ازيك يا حاج عامل ايه؟ دي اللاده دي كانت عند احمد، عرضناها 3 مرات او 4 مرات يعني. كان 4 اسابيع او حاجه زي كده، كل سبت كنا بنعرضها. فالعربيه ديت كانت عايزه بس ترويقه. الضفيره كان فيها شغل، كان برده شغل عشوائي كان بيتعمل. وبفضل الله مشينا كل حاجه مكانها. اكره جبناها، بيلي كبالي اللي مسكنا العربيه روقنا عليها، ولسه كمان فيها شويه حاجات. فبص انتوا بصيتوا عليها طبعا هتشوفوا لها برضه. ما كنتش عامل لها فيديو بس انا حبيت انوع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العربيه دي 2016 ودي 2010. في عربيات بتشد، في عربيات بنبيعها زي ما هي، وممكن صاحبها بيكمل هو بمعرفته، بس تبقى السعر مناسب، تمام كده. ولو حد عايز اي حاجه او استفسار عن اللاده او عن العربيه الكروز يكلمني. الرقم بتاعي طبعا الرقم اللي في اخر القناه ده مع عبد الرحمن ابني، والرقم بتاعي انا الخاص 0100 12 12 283. محتاج اشوف الفيديو لو عجبكم في الكومنتات. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير، وخليكم معانا دايما بفضل الله معانا.